هتكلم عن الاستاذ وليد الفراج، وهو اعلامي سعودي مميز جدا ومعروف جدا في السعوديه ومشهور جدا. لما قال ان الهلال والنصر هو الديربي السعودي وهو الاقوى في المنطقه وهو الاقوى في الشرق الاوسط. غير لما قال بقى برضو عن الاهلي والزمالك. وتعالوا نسمع الاول الاستاذ وليد الفراج قال ايه. محمد يقول: ايه اللي انت بتقوله ده يا عم وليد؟ نصر وهلال ايه ده الديربي الشرق الاوسط؟ يبقى الاهلي والزمالك ديربي العالم. لا والله يا محمد، معلش معلش بعد اذنك يعني، معلش يعني. شوف العناصر اللي في الهلال والنصر يا عم. انا احب الاهلي، وانت عارف انا احترم الكره المصريه، بس ارجوك لا يعني. ده ديربي على مستوى جمهوريه مصر العربيه فقط لا غير. ايش اللي ديربي ما فيه جمهور واللعيبه؟ شايف الاسماء اللي يا استاذ محمد، انا عارف انك تعشق بلدك وانا احب مصر واحب الدوري المصري، بس ارجوك خليك على جنب. ما ايش اللي الدوري اللي ما حد يشوفه الا اهل بلده يعني؟ تكلم عن دوري على مستوى ينقل في 40 قناه في العالم يا استاذ محمد. حاول تتكيف مع استاذ وليد الفراج رد على صاحب التغريده وقال له اتكيف على الامر الواقع في الايام اللي جايه. كل الاحترام للاستاذ وليد الفراج، وهو كلامه فعلا صحيح، ولازم ان احنا نرضى بالامر الواقع ونعرف ان الراجل ده بيتكلم كلام صح عشان نقدر ان احنا نصلح من حالنا في الايام الجايه. انت عندك مشكله اصلا في الكره المصريه، سواء اللي بيديروا الكره المصريه طبعا من اولهم من فوق، وبعد كده حكام الكره المصريه، وبعد كده النقل التلفزيوني، وبعد كده ملاعب كره القدم في مصر، وبعد كده الجمهور اللي ما بيحضرش في الاستادات، او الفرق اللي بتلعب بدون جمهور، او انديه الشركات اللي بتلعب في الدوري المصري، وغير كده الملاعب اللي انت بتلعب عليها كره القدم المصريه. انت في مشاكل عندك كتير ولازم فعلا ان انت تحلها. بس اول حاجه هتحلها منين؟ اتحاد الكره المصري اللي هو يرأس الكره المصريه في الوقت الحالي. طبعا اشخاص لا يليق ان هم، مع احترامي ليهم، لا يليق ان هم يرأسوا كره القدم في مصر، لان كره القدم هي عريقه في تاريخها، عريقه في لعبها، عريقه في بطولاتها اللي خدتها في افريقيا. كره القدم بالنادي الاهلي اللي هو اكثر من حقق بطولات على مستوى العالم في الوقت اللي احنا فيه وفي السنة اللي احنا فيها. كرة القدم في مصر تحتضر بمعنى الكلمة. استاذ وليد الفراج الناس بتزعل منه، بس هو كلامه صح، ولازم ان احنا نصحى ونفوق عشان نقدر ان احنا نرتقي بالكرة المصرية في الايام اللي جاية. كرة القدم في مصر فيها مجاملات من اتحاد الكرة للحكام، حكم لده وما تحكمش لده، الفريق ده بيحب ده والفريق التاني ما بيحبش ده. في كرة القدم في مصر حتى في الفار برضو الحكام فيها مجاملات. كرة القدم في مصر النقل التلفزيوني نفسه فيه مشكلة. لما يجيب لك الكرة وهي طالعة من رجل اللاعب ما يجيبهاش وهي في الجول، لما يجيب لك الجمهور ويسيب اللعيبة بتلعب في الملعب. كرة القدم في مصر بدون جمهور، كرة القدم في مصر بدون أندية جماهير، يعني بمعنى صح اللي بيلعب في الدوري المصري هو أندية شركات بدون جماهير. حتى أنت لما بتلعب، وهو قالها الاستاذ وليد الفراج، ان انت بتلعب ديربي الاهلي والزمالك بدون جمهور. شوف انت النهارده في البطوله العربيه واعرف ازاي ان الجمهور بيأثر على الديربي لما بيكون في ارض الملعب، ولما بيكون بيشجع فريقه بحماس، مع طبعا الالتزام الكامل للجمهور. غير كده انا برد في الاخر وبقول للاستاذ وليد الفراج: ديربي ايوه وجمهور ايوه، بس الاهلي والزمالك هو رقم واحد في الوطن العربي وفي الشرق الاوسط وفي افريقيا كلها. عايز تعرف انا بقول الكلمه دي ليه لحضرتك؟ اتفرج على النادي الاهلي لما لعب قدام الوداد في البطوله العربيه الشوط الاول بالذات، هتعرف ان النادي الاهلي قدم كوره حديثه جدا، قدم كوره ممتعه، قدم كوره تحب تتفرج عليها. وتعالى اتفرج على ديربي الهلال والنصر النهارده، اللي كل واحد باسمه وتاريخه واقف في الملعب بيلعب لعب ارتجالي، ما فيش تنظيم سواء في الدفاع او في الهجوم، كل واحد بيرتجل. وانا شفت المباراه وعارف انا بقول لحضرتك ايه كويس. طبعا احنا مع احترامي للكره السعوديه، اتفرج تاني شيء على ديربي الاهلي والزمالك في القضيه، ممكن هتعرف ان الفريقين قدموا مباراه كبيره، وطبعا كان ابرزهم الزمالك. هتعرف ان فرقه الاهلي والزمالك عندها بطولات كبيره جدا. انت قلت في اللي جاي انتوا هتشوفوا اللي جاي. طيب انا عارف ان حضرتك بتقول على اللي جاي لانك حضرتك جبت نجوم كبيره هي تشيل الاسامي الفرقتين وهي اللي ترفع اسامي الفرقتين. انما احنا عندنا في مصر اللي بيرفع اسامي الفرقتين هما اسمهم اهلي وزمالك. الاهلي بكيانه، وكل من ينتمي للاهلي فهو شرف ليه لان هو انتمى للاهلي، وكل من ينتمي للزمالك فهو شرف ليه لان هو اسمه الزمالك. مش انا بروح اجيب كريستيانو عشان اقول كريستيانو بيلعب عندي، او انا بنتمي لكريستيانو، مع احترامي للنصر ومع احترامي للهلال.
كلهم انديه على دماغنا من فوق، وانا عارف ان حصل طفره في الانديه السعوديه في الايام اللي فاتت. اتمنى التوفيق طبعا للانديه السعوديه. كل الشكر للامير محمد بن سلمان اللي خلانا نتفرج على نجوم كبيره، والملك سلمان اللي خلانا نتفرج على نجوم كبيره في الدوريات العربيه، ودي طبعا عمرها ما كانت هتحصل غير في احلام العصريه. احنا بنشوف النهارده كريستيانو وبشغفه وبلعبه وبادائه قدام نادي النصر، طبعا اكيد العالم كله بيتكلم عليه. وزي ما هو قال الاستاذ وليد الفراج 20 او 40 قناه او 50 او 100 قناه حتى بتنقل الدوري. طبعا ده شرف للدوريات العربيه كلها سواء السعوديه او مصر، احنا كلنا اخوات. اتمنى التوفيق للدوري السعودي والدوري المصري، وبشكر حضراتكم والقاكم في حلقه جديده من حلقات برنامجكم في التسعين.